هالأكلة إلها كتير أسماء ومعروفة بكل البلدان، أكلة شتوية بامتياز. رح أحضرها معاكم اليوم على طريقتي وبعض من إضافاتي. حرفيا يا جماعة اللي ما جرب طريقتي رايح عليه كتير، وخبروني بالتعليقات لو انتم بتضيفوا هاي الإضافات أو لا. احنا بنقول للملفوف خبروني انتم بالتعليقات شو بتحكوا لها ببلدكم. يا الله هالأكلة شو بتدفي القلب. فكالعادة أحبائي ومثل ما تعودنا خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وانتم. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لكم. خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا لو تراجعوا في معلوماتكم وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. بالنسبة للمقادير، المقادير عندي تقديرية انتم على هوا عائلتكم الله يبارك. وبالنسبة كمان لكمية الملفوف اللي انتم جايبينها، أنا جايبة راس ملفوف حجمه 5 كيلو. كل شيء عملته إني شلت الجزء الصلب من فوق، تخلصت منه تماما ورفعت طنجرتي على النار وضفت مي تركتها لتغلي، وبضيف معلقة كبيرة مليانة من الملح. بنزل راس الملفوف، والمفروض كيف ما انتم شايفين الطنجرة تكون عندكم كتير كبيرة لتاخد عندك كل راس الملفوف. هلا لو حبيتوا تقطعوه كمان بيمشي الحال. بالنسبة لسلق الملفوف وطريقتكم بسلق الملفوف وتقطيعتكم كبير صغير الشيء اللي انتم بتحبوه بتفضلوا، ولكن أنا كتير معتمدة هاي الطريقة لأنه بالنسبة لي الدجاجة أو العروسة أهم من الملفوفة نفسها، فبحب أحافظ عليها، فبفضل هاي الطريقة لحتى تطلع عندي صحيحة ما تتقطع أبدا. بترك الملفوف ليبرد معي تماما ومباشرة رح أبدأ أقطع فيه. باخد القطعة وبشيل الجزء الصلب كيف ما عم بتشوفوا معي، وببدأ أقطعها. أنا بحب أقطعها لا تكون معي كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. بقسم القطعة من النص كيف ما عم بتشوفوا معي، وبقطع الحبة ل6 أجزاء مش أكتر من هيك. وهاي الزوايد لحتى تطلع معي الحبة مرتبة بتخلص منها تماما. فرح أخلص كامل الكمية بنفس الطريقة، ومباشرة رح أنتقل لتحضير الرز. عندي هون رز مصري. هلا أنا الملفوف ما بحب أستخدم له رز بسمتي، ولكن الشيء اللي أنتم بتحبوه بالرز المصري كتير أطيب. ضفت 4 كاسات كبار من الرز المصري، عليهم أقل من نص كيلو من اللحمة المفرومة. بضبط الملح وبضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من الحبهان مطحون، نص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من البهار المشكل أو البهار الحلو. ورح أضيف بصلة مفرومة عندي فرمة ناعمة، حبتين من البندورة مفرومين عندي أيضا فرمة ناعمة، ونص باقة من البقدونس. رح أضيف ربع معلقة صغيرة من الكركم، هذا لأنه أنا مش كتير بحب لون الرز الأبيض زيادة. ورح أضيف 5-6 معالق كبار من الزيت النباتي. بحرك كل هالمكونات مع بعض. وبالنسبة للحمة اختاروا نوع اللحم اللي انتم بتحبوه بتفضلوه. أنا مستخدمة مخلط خروف على عجل، فيها شوية دهنة. لو حبيتوا تستخدموا أي نوع خشنة أو ناعمة كمان بيمشي الحال. بلف الملفوف بالطريقة المعتادة، ولكن باخد 1 سنتي من على اليمين و1 سنتي من على الشمال لحتى الرز ما يتكبكب عندي بالطنجرة. وخبروني بالتعليقات مين المعدلة اللي بتلف الملفوف على ايديها. يا جماعة كتير سهل، والواحد بينجز لما بلفه على ايده كتير اسهل. وما بعرف لو بتوافقوني الرأي، ولكن انا بلاقي لف ورق الملفوف كتير اسهل من لف ورق العنب. اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات لو بتوافقوني الرأي. بخلص كامل كمية ورق الملفوف. بعد هيك بالطنجرة رح اضيف 4 معالق كبار من الزيت النباتي، وباخد الاجزاء الصلبة اللي طلعتها من ورق الملفوف تمام، وببدأ اني اصفتها بسفل الطنجرة، وببدأ بعد هيك اصفت بورق الملفوف كيف ما عم بتشوفوا معي. بخلص كامل الكمية، وبين كل طبقة وطبقة أنا بحب أحط شوي من الثوم اللي بقشره. بغسل الثوم كتير منيح، بعد هيك بحطه بين طبقات الملفوف، كتير طعمته طيبة. كمان بحط ثوم مقشر، ولكن اللي مش مقشر نكهته بتشهي القلب. شوفوا هاي الدجاجة أو العروسة ما بعرف شو بتسموها، اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات، بس نكهتها عن جد يا جماعة غير شكل. خلصت كامل الطنجرة كيف ما عم بتشوفوا معي، وبرجع بحط شوية ثوم على الوجه. وما تستكتروا كمية الثوم، هالأكلة روح قلبها الثوم، بس الثوم اللي بقشره هذا لحاله قصة. طبق كبير ضفت معلقة كبيرة من الملح، مكعب مرقة الدجاج نكهته كتير طيبة، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الكمون. ضفت عليهم مي سخنة بتغلي، بدمج مكوناتي كتير منيح مع بعض، ومباشرة رح أضيفه فوق الملفوف. هلا شوفوا أحبائي، لتطلع معاكم ورقة هيك متماسكة مستوية وصحيحة وبتشهي القلب ومو فارطة أبدا منك. ورق الملفوف مش مثل ورق العنب، بنغمر الملفوف غمر بس بالمرقة تمام، يا دوبك المرقة تكون مخايلة خيال على الملفوف. شوفوا كيف أنا بس حركتها للمرقة عندي كلها تنزل لتحت، وأعرف أحدد الكمية. رفعت طنجرتي على النار على أعلى درجة حرارة. بعد هيك بغطي الطنجرة وبحسب له 5 دقايق 10 دقايق بعد الغليان. بعد هيك بهدي الحرارة على الآخر، وما بفتح الطنجرة أبدا ليمرق عليه 1 ساعة وربع 1 ساعة ونص حسب الكمية اللي انتو عاملينها. عندي هون عصير 3 حبات كبار من الليمون
ليمون، ضفت لهم معلقة كبيرة مليانة من النعناع الناشف. بضيف الليمون على الملفوف بآخر مرحلة السوى، يعني عندما يكون ضايل له 10 دقايق بضيف الليمون. انتبهوا أحبائي، الليمون على الملفوف بينضاف بآخر مرحلة السوى بلا ما يشد معاكم وببطل ليستوي إذا ضفتوه بنص مرحلة السوى أو من البداية. فبآخر مرحلة السوى وعندما تتأكدي إنه الملفوف استوى معاكي تماما بتضيفي الليمون والنعناع الناشف. شوفوا الحب داي بذوبان يا جماعة، جربوه على طريقتي، متأكدة كتير كتير رح تحبوه. هيك اعملوا لكم سندويشة مع عصرة ليمون وشوية من الثوم اللي حطيناه اللي بقشره. يا الله هالأكلة قديش بتفوز، فضروري إنكم تعملوه على طريقتي. أحبائي لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. بالهنا والشفا مقدما، دمتم بخير وباي باي.